سلام الله عليكم مشتركاتي العزيزات، مرحبا بكم معايا في مطبخي الاقتصادي البسيط لأم داوود. المشتركات الجدد نقول لهم ألف مرحبا بكم معايا. اليوم راح نديروا مع بعض تحلية تجي بزاف بنينة، صدقوني يعني لعشاق ذوق الكراميل تجي بنينة بزاف، تجي ما شاء الله. راح نديروها مع بعض بكاس تاع فيرميسيل اللي نديرو بها الشربة. راح تشوفوا الطريقة. هنا ناخدو مقله نديرو فيها 2 مغارف تاع مارغرين، ولا عندكم الدهان ولا ما عندكمش كامل ديروا الزيت. نقصوا لها النار ونديرو الكاس تاعنا تاع الفيرميسيل، يعني موجوده في كاع البيوت هاد الفيرميسيل. اللي يحب يدير القطايف وكانت عنده القطايف يقدر يدير القطايف. نديروها بهذه الطريقه، نقصوا لها النار ونخلوها نقليوها غير بالعقل حتى تمد معنا لا كولور دوغي بهذه الطريقه. هنا راح نديرو السكر هنايا ديروا 2 مغارف تاع سكر غلاس باش يذوب تمتم. السكر كي نديرو سكر عادي راح يتكتل وما راح يذوب معنا. بهذه الطريقه حتى ينسمجوا المقادير مليح، نطفيو عليهم نخلوها تبرد. هنا خليتها برد وجدت لي فيرين تاوعي، كنت درت 3 ليفيرين ودرت بلا صغير راح نوريه لكم من بعد. نديروا القاعده تاع ليفيرين ولا الكؤوس ولا يعني واش حبيتو ديروا. هنا نديروا لاكريم عندنا ريتله تاع حليب، عندنا 5 مغارف تاع سكر، يعني اللي يحبها حلوه وتحبوا تنقصوا تحبوا تزيدوا، وعندنا 5 مغارف تاع مايزينا. هاد لاكريم تجي بزاف بنينه، ذوق ولا اروع. راح نديرو مع بعض. هنايا كنت درت سكر دوكاني مع المايزينا. نتمنى تجربوها يعني ما تندموش عليها. ونقول لكم حبيباتي ما تنسونيش بالجيم باش يوصل الفيديو لاكبر عدد تاع مشاهده. راح نديرو هنا مع بعض مغرف تاع سميد، هنا اختياريه راح تمد واحد الذوق لهاد الكريمه روعه، مع مغرف تاع شانتيي تانيت اختياريه. الا كانت عندكم ديروها، لا ما عندكمش معليش. راح تجي لا كريم هذه بزاف يعني بنينه، ذوق ولا اروع. نديرو عندنا مغرف تاع لافاني، ونخلطو بالفوي، خلطو مليح. هنا درتها فوق النار بعد ما عقدت، درت لها مغرف صغيره تاع زبده، نقصوا لها النار ونعقدوها غير بالعقل. ودرت لها 2 باط تاع هذا كريم ديسير تاع الكراميل، نخلطوها وتكون معنا هنا الكريمه تاعنا واجده. نعمروا الكؤوس تاعنا ماشي كامل، نديروا طبقه، نزيدوا طبقه تاع فيرميسيل بهذه الطريقه، وراح نديروا طبقه اخرى. هاد الوصفه راهي دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني عجبتني بزاف، حبيت نجربها معاكم. هنا كنت استعملت البلا اللي قلت لكم عليه، يعني فيه يخرج ما شاء الله مقدار تاع 4 اشخاص، يعني تخرج هاد الريتله تخرج يعني مقدار مليح من التحليه هذه. نديروا الطبقه الاخيره وراح نديروا هنا مع بعض اختياريه هذه الكراميل. تحبوا ديروها، تحبوا يعني خلوها هكذاك سامبل. انا حبيت هنا نضيف اللمسه تاعي، درت كاس ماشي معمر. هذا الكاس يرفد 260 مليلتر، يعني ماشي كاس اللي مداريه نستعملو. نديرو يذوب على نار قليله، نخلو السكر تاعنا يذوب على نار قليله حتى يذوب معنا باش ما يتكتلش، يذوب كامل. ما نعودوش نشوفوا هذوك الحبيبات. درتها في مقله باش تجيني سهله الكراميل. انا تنجح لي كي نديرها في مقله تنجح لي مليح، يعني تجيني سهله وما تتكتلش معايا. نديرو هنا مغرف تاعنا تاع زبده، مغرف صغيره، نخلطوها مليح باش ندخلوا هذيك المارغرين داخل. من بعد راح نديرو نص كاس تاع حليب ونخلوها، نقصوا لها النار ونخلوها تذوب.
يذوب هذاك السكر كامل بهذه الطريقه. راكم تشوفوا يذوب غير بالعقل. هنا داب معايا كامل. راح نضيف نصف اخر وندير له مغرف مايزينا معمره مليح، نخلطها مليح وراح نديرها في الاخر نعقد بها الكريمه ديالي. يعني الكراميل اللي ما تنجح لكمش يعني ديروها بهذه الطريقه، تجي بزاف سهله وناجحه 100%. هنا واجده معايا كنت تشوفوا تقلت. هنا كنت صفيتها، نكمل نصفيها كامل وراح ندير الطبقه الاخيره اللي راح تزيد لها في البنه بهذه الطريقه. هنا راح ندير في البلاط تاعي اللي كنت درتو. تحبوا ديروها في بلا كامل يعني ما ديروش لي فيرين كيما تحبوا. راكم تشوفوا كيفاش خرجت، يعني ولا اروع، صدقوني الذوق ولا اروع. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم ونتمنى تجربوها، تجي ما شاء الله لضيوفكم يعني لاولادكم، تجي ولا اروع. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.